واحترام. لأول مرة نلتقي على عنوان انتخابي من بعد رحيل الياس سكيف. ولأول مرة هو مش معنا، بس رح نحكي انتخابات على زيت لغته. هاللغة يلي كان يقولها بكل شفافية وصدق واحترام لكل مكونات المدينة. كرمال هيك رح تكبر مسؤولياتنا لنكون على مستوى أملك فينا يا إلي. وعدنا إلك يا آدمي إنه أمانتك انوضعت على سكة التطبيق. وعدنا إلك إنه نصون مدينتنا مثل ما كنت صاينة بكل ما أوتيت من محبة. رح تشتاق لك الوراق، أقلام الاقتراع، الصناديق. وجودك رح تفقدوا الماكينة الشعبية يلي ناسا بيشتغلوا عن سابق ضمير حي وإيمان بقضية. زحلة سموها عروس، سموها الوعد، سموها بوابة البقاع، المنارة، عاصمة الكاثوليك وعاصمة القرار. زحلة اليوم عم تجمع كل هالأوصاف باستحقاق واحد لتهديهم لروحك يا إلي، وتقلك إنه ناسك أوفياء كبار وقد التحدي. وعرغبتك رحنا عخيار التشاور، زرناهم ببيوتهم ومقراتهم يلي خارج زحلة، ومدينا الإيدين على قاعدة التوافق مع الحفاظ أكيد على خصوصية المدينة. جلنا وطرحنا رؤيتنا لمجلس بلدي ما بيلغي حدا، مجلس يكون هدفه إنمائي قبل ما نسأل عن الحصص وتوزيع المقاعد كمغانم. كان هدفنا ما نروح على كسر عظم، بس هيدا ما بيعني إنه عظامنا من النوع اللي بيتكسر. للأسف فهمونا غلط واعتقدوا إنه طرحنا للتوافق هو ضعف أو استجداء للتحالف. لا، ومنقولها مش لأنه منعرف نقول ونطبق، إنما لأنه زحلة وعائلات زحلة الكريمة، وهون بعني كل زحلة عائلاتها كريمة. تستاهل إنه ما تنباع بسوق الأحزاب يلي ما رح تعمل إلا بقرار قياداتها ومش بالقرار الزحلاوي الحر. حقكن علينا يا أهلنا تعرفوا تفاصيل مرحلة التشاور وأي طريق سلكنا لوصلنا للأسف لهون. واليوم رح نقول لهون وبس، وخلينا نروح على معركة. نحن بالكتلة الشعبية ومن قبل إعلان مواعيد الانتخابات البلدية سعينا لطرح التوافق، وعملنا اعتبار كتير كبير للتحالف المسيحي على مستوى لبنان المتمثل بجمع القطبين العوني والقواتي. رحبنا بالخطوة المهمة يلي هي جامعة للصف المسيحي من حرصنا على صيانة هالوحدة وتمنياتنا انه تتعمم وتصير نموذج لكل طرفين اختلفوا. وطننا ما بيحمل انقسام وشرذمة بوقت رئاسته فارغة ومؤسساته شبه معطلة، لكن امام سياسة الباب المفتوح بشو استقبلونا؟ بإعطائنا 5 أعضاء بلدية بس ومن دون الرئيس. لا، أو برئيس ملك.
بينما كان طرحنا الحصول على 10 أعضاء، ورحنا معهم لطرح أكثر ليونة لما اقترحنا رئيس بلدية محايد، 10 أعضاء مع رئيس بلدية محايد، لكن رفضوا وحجمونا ب5 من أصل 21 مقعد. هالقد بنظركم نحن بنستاهل 5 أعضاء من أصل 21؟ نحن انطلقنا من هدف تحصين قرار البلدية إذا صارت أي مستجدات سياسية أطاحت بالتحالف، وهن انطلقوا من حرب إلغاء ضدنا، ضد كتلة شعبية عمرها 80 سنة من حب الناس، ضد عائلات عريقة ضاربة عروقها بأرض هالمدينة. وهون بعني كل أهل زحلة عائلاتها عريقة وضاربة بعروق المدينة. اليوم اللي اتفقوا رح يغلبوا مصالحهم السياسية على مصلحة مدينتكم يا أهل زحلة، لأنه القرار ما رح يكون نابع من قلب هالمدينة، رح يكون من شي مقر، من عرين سياسي منه عايش وجعكم، ولا رح يشعر انكم ناس تمرسوا على صنع القرار. بيكفي تهميش، ممثلينكم كانوا عم بيقضوا وقت حلو بالسلطة، سلوا منيح، بس شو المشاريع اللي قدموها لزحلة؟ وين تمثلت هالمدينة بالاستحقاقات المهمة؟ بشو فاجئونا؟ هن أنفسهم وباعتراف أحدهم أكدوا إنه ما قدرنا عملنا شيء. ليه؟ انتوا قولوا لي ليه؟ لأنه قرارهم مش بإيدهم، لأنه التخطيط مش عم بينبع من قلب مدينتهم، غيرهم بيخطط وهو اللي بينفذ. ومساقبة إنه زحلة مش على خريطة انمائهم وسياساتهم إلا بساعة الانتخابات. نحن ولا مرة اعتبرنا إنه زحلة لحظة، هي الوقت، كل الوقت، وكانت عيننا على زحلة، مش نحطها بقلب قاسي وننسى وجودها. راقبنا، دققنا وحاسبنا وصرخنا بوجه الإيدين الممتدة على المدينة وجربت تلوث بيئتها. وما عنا حرج إنه نحاسب كل طرف بيحاول يسيء ويستغل منصب، حتى ولو كنا عم نحكي عن شخصيات وثقنا فيها وانقلبت على الثقة. ولاد الأحزاب هول أكيد ولادنا، بس ما رح نسمح للأحزاب تلغينا وتسكر بيوت عاشت مفتوحة لخدمة الناس. بكرة بواب المقرات الكبيرة والمحصنة ما رح تلتفت إلنا، رح تهتم بأولوياتها السياسية وحصصها ومغانمها، وتتجاهل إنه في مدينة اسمها زحلة متروكة على هامش القرار. يا أهلنا، ما رح نرتضي بدور تابع، نحن صوت منا صدى. اللي عنده شعب مثلكن قاوم جيوش وحمى أرضه على مدى 300 سنة ما رح يلغوه بانتخابات بلدية. قلنا لهم انه زحلة حيطة مش واطي، بس يبدو انه ما اقتنعوا معنا وبدهم يجربونا. حقهم يجربوا بعملية ديمقراطية نزيهة، والانتخابات أسمى أنواع الديمقراطية، بس مش حقهم المراوغة وادعاء الحرص على التوافق بالوقت يلي كانوا عم بيناوروا لتقطيع الوقت وإبلاغنا باللحظات الأخيرة إنه هالقد حصتكم. نحن مش حصة، وجودنا مش للتفاوض على المصير، وبدل ما
تفاوضوا على إلغاء أولاد مدينتكم كان من أولوياتكم، بما إنكم ممثلين بالسلطة تتفضلوا تطالبوا بمقعد كمان لتعنايل يلي أضافوها انتخابيا على المدينة. أكيد تعنايل أهلا بيستحقوا تمثيلهم ببلدية صاروا جزء منها، ولأنه قرارنا نكون نحن صوتكم مثل ما كنا عمر التاريخ، فرح نخوض هالمعركة وحدنا ككتلة شعبية. رح نخوضها بوجه 3 أحزاب تحالفت ضدنا وقررت إلغاء بيت إلي جوزيف طعمي سكيف. رح نخوض بوجه 3 أحزاب تحالفت ضدنا وقررت إلغاء بيت إلي جوزيف طعمي سكيف يلي رحل عن هالدنيا، هو وعم بيوصينا بزحلة وأبناء زحلة ووحدة زحلة. 3 أحزاب مش مشكل يكونوا أكتر، المهم بشو رح يوعدوكن وشو المشاريع يلي رح تتنفذ. وعدنا إلكن مجلس بلدي عقد طموحكن ورغبتكن بالمشاركة بالقرار، ما رح تكونوا الخاصرة الضعيفة ولا نقطة ببحر حدا. 5 مقاعد ما كانت رح تعمل المعجزات، فلما بيكون المجلس البلدي مقسم 5 بيتقسم القرار. من هون بدهم زحلة مقسمة على حجم الأحزاب، وهالقسمة ما بدهم إياها لصالح زحلة، إنما للأسف لخدمة أحزابهم. فالحصص بتساعدهم تيفاوضوا على المغانم برات المدينة ويستثمروا فينا ليبيعونا بسوق المزايدات، خود واعطيني على موائد القيادات السياسية. واليوم نربح، رح نربح بقدرتنا مش بقوة الأحزاب، ومنخسر ما ال5 هن بيشبهوا الخسارة بس على تنازل عن الكرامة. ونحن عنا كرامة أهل زحلة تتقدم على أي تحالف بالإكرام. وأنا أكيدة إنه هالكلام لو إلي سكيف كان بيناتنا كان قال مثله وأكتر. وحدنا ولك شو هم الأرزة ما بتتكي على حدا لتوقف.